يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. كان يا مكان يا حبايب في ولد صغير اسمه نور. نور كان عنده قلب طيب، لكن كان ساعات بيتسرع وعايز كل حاجة بسرعة من غير ما يفكر. في يوم وهو بيلعب في الجنينة القديمة عند بيت جده، لقى حجر غريب منور وعليه نقوش زي السحر. فجأة الأرض اهتزت وفتحت قدامه بوابة سحرية كبيرة بتنور بألوان زي قوس قزح. نور دخل البوابة، ولما عدى لقى نفسه في عالم عجيب. الأشجار بتتكلم والنجوم بتنزل من السما تنور له الطريق، وأرنب عنده جناحات بيطير حواليه. بس الأرنب قال له: يا نور، علشان تقدر ترجع بيتك لازم تتعلم 3 حاجات: الصبر، الشجاعة، ومساعدة غيرك قبل نفسك. نور ماشي في الرحلة. أول اختبار كان عند نهر عريض، كان عاوز يعديه بسرعة، لكن لو تسرع هيقع. فاستنى وصبر لحد ما لقى النجوم عملت له جسر ينور الطريق. بعدها قابل تنين صغير بيعيط. الناس كانت خايفة منه، لكن نور وقف بشجاعة وقرب وساعده يلاقي مامته. التنين شكره واداله جناح سحري يقدر يساعده بيه. وفي الآخر لقى مجموعة عصافير صغيرة محبوسة في شبكة. كان ممكن يمشي ويقول: أنا لازم أرجع بسرعة، لكن قلبه قال له يساعدهم. ولما حررهم فتحت قدامه بوابة من النور، وظهر صوته جده بيقول: برافو يا نور، دلوقتي اتعلمت إن الصبر والشجاعة ومساعدة الغير هم اللي بيخلوا قلبك قوي. رجع نور بيته وهو مبتسم وعارف إنه بقى ملك صغير في قلبه. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.